سأتحدث أين دفن الزعيم علي عبد الله صالح. كل ما أشيع من أنه تم دفنه بسنحان بحضور 20 شخص وليلا وكذا ظهر مؤخرا، ويعني بناء على ما وصلني ومن أناس حضروا الدفن أن جثمان الزعيم علي عبد الله صالح تم دفنه في السجن المركزي بصنعاء. نعم، تم دفن جثمان الزعيم علي عبد الله صالح بالسجن المركزي بصنعاء بحضور 4 من أقارب الزعيم، من بينهم أبنائه مدين وصلاح، وبحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وبحضور 6 آخرين، 4 منهم من شيوخ القبائل الذين أطلق عليهم الخونة، كما وصلتني المعلومات حسب المعلومات التي وصلتني بأنهم 4 شيوخ خونة. تم دفن جثمان الزعيم بساحة، يعني لا أعرف بالضبط تحديدا للأمانة، أقول بساحة بغرفة بكذا، المهم تم دفنه بالسجن المركزي، وهو المكان الذي دفن به حسين الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي. هذا الكلام 100% مؤكد. وهنا أيضا يعني اعذروني، أنا لا أستطيع أن أفصح عن مصادري، لكن هذا الكلام نهائي ومؤكد، وبإمكان الكل إذا كان هناك من يستطيع أن يسأل يحيى الراعي رئيس مجلس النواب. حضر الدفن للزعيم جثمانه، وطبعا جرى بتكتم شديد وبإحضار الأخوين مدين وصلاح أبناء الزعيم رحمه الله، وتم دفنه هناك.